السلام عليكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. مدارس خلاص على الابواب، واحنا بقى بنعمل ايه؟ حاجات للمدارس. انا عملت لكم فين وعملت لكم لانشون من غير لحمه ولا فراخ. المره دي لانشون بالفراخ بس بطريقه اقتصاديه. بصي شكله عامل ازاي، حاجه كده معموله في البيت نظيفه وجميله، وحاجه تعمليها لاولادك وليكي والافراد اسرتك. تاكلوا بالليل كده سندوتشات كده بزيتون بخيار، حاجه موفره في البيت طبعا وكميه كبيره. انت لو اشتريتي الحاجات دي من بره بتشتريها بمبلغ. دلوقتي بصي انا عامله صباعين قد ايه، وبصي جميل من غير ولا جيلاتين ولا اي حاجه، وجميل وناعم وجميل جدا جدا. عاملاه بطريقه بسيطه جدا وهتشوفوا انا عاملاه ازاي. وبصي بقى تعالي بقى على المقادير. عندي نص فص يعني ده صدر فرخ، خدت فص منه واحد، ونص كوبايه زيت، وعندي معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر، وفلفل اسمر عشان طبعا انا هحط فيه فراخ، وبابريكا، واربع معالق دقيق، وبيضتين، وخمس مكعبات جبنه، وثلاث مكعبات مرقه دجاج اهم، خمس مكعبات جبنه اهم قدامكم. وعندي نص كوبايه لبن، بس ما جاتش معايا في فيديو، بس هحطها مع المقادير. هحط الاول التوابل في الخلاط. بصي بقى انا هعمله معاكم واحده واحده، وشوف انا هعمل ايه الاول عشان الخلاط بتاعك ما يتخنش الحاجه فيه. انا مقطعه صدر الفراخ ده حته قطع صغيره، ما عملتوش في الكب يعني. بص حتى باين قطع صغيره. هوسخ الكب واوسخ الخلاط. حطيت الاول بهارات، حطيت نص الفص، نص الصدر، حطيت البطين، واحط شويه لبن بقى. واحط الاول الجبنه نستو والمكعبات الماجي عشان كله يندمج في بعضه وما يبقاش فيها حته طعم وطعم. خدي بالك من التركه دي عشان ايه؟ نمشي مع بعض واحده واحده، عشان انت الخلاط ممكن يمسك معاكي وما تعرفيش تتصرفي فيها، يقلب العجينه. بصي بقى عندي نص كوبايه لبن، هحط نصها دلوقتي عشان يدي سيوله لصدر الفرخه مع الماجي مع الجبنه النستو مع التوابل، يندمجوا مع بعض. واضربهم بقى في الخلاط. كده انا حطيت ايه؟ التوابل وصدر الفراخ والجبنه ومكعبات الماجي ونص كوبايه يعني ربع كوبايه لبن. بصي بقى عامل ازاي، عامل خليط جميل ازاي. دمجت كل الحاجه الاساسيه بتاعتي، عشان لو حطيت الدقيق والحاجات دي هيقلب معاك العجين. بعد كده بقى احط الزيت اهو، نص كوبايه الزيت عشان تخليه يستوي ويخليه ناعم معاكي ومغذي. احنا بنعمل يا جماعه لانش مش هنوفر بس، لا بنعمل حاجه مغذيه لاولادنا. واربع معالق دقيق هرميين، دول اربع معالق. واحط بقيه ايه؟ نص كوبايه اللبن اهو عشان الدقيق اللي انا حطيته، وهضربهم في الخلاط برضو تاني. هيبقى الموضوع سهل عليا. ضربتهم اهو في الخلاط، بصي برضو بقيت اقلب معاه. بصي بقى سهل عليا ازاي. هجيب بقى ايه ستي، انا احط بقى، عايزه ما عنديش بقى اكياس اللانشو، عايزه اطلعه مدور زي كيس اللانشو. عندي كيس مكرونه غسلهم كويس، طبعا لسه فاضلين منهم المكرونه، بس انا غسلتهم من بره عشان هما بيتركنوا في المحلات. غسلتهم من بره كويس. عندي اهو كيس مكرونه نص وكيس مكرونه كيلو. هعمل هنا وهعمل هنا، هعمل صباع كبير وصباع صغير الرفرنع الجميل ده. بجيب فتله واربطه من ناحيه الاثنين. انا دلوقتي هتحطهم من ناحيتين اهو، ربطتهم من ناحيه واحده. بعمل زي قطاس اللانشون، شفتوه عاملين ازاي؟ ولا علبه سمنه ولا اي حاجه. احط شويه فلفل اسمر هنا واقلبه، عشان انا بحب الفلفل الاسمر على الفراخ، بيدي روح حلو قوي وطعم جميل في اللانشون. لو عايز تحط زيتون حط زيتون بداله. ايه، كل واحد بيحط اللي بيحبه. واقلب بص الخليط ناعم ازاي وكريمي ازاي، مش عجينه، عشان ما يبقاش لا يعني عامل معاك. اجي بقى افضي او افضيه في الكيسين. هفضي حبه هنا في الكيس التخين ده عشان اعمله واحد تخين كده. بص التفضيه نازله عامل ازاي، مش ولا كلاكيع ولا اي حاجه. وافضي برضه في الرفرنع التاني. انا فضيت في التخين اهو، فضيت بس حبه كده على نصه بالفتله واروح ربطاه واحرجناه. فضيت الرفيع حطيته في كوبايه وفضيته، طبعا فضيته بمعلقه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. واجي بقى بالفتله واروح ربطاه من هنا ومن هنا زي البونبونيه. والكيس ده تخين واستحمل معايا ونضيف طبعا، لان هو كان فيه مكرونه من جوه. انا قصيته فضيت المكرونه وغسلته، ويديكي شكل اللانشون. وربطته اهو، بصي بقى عامل زي البونبونيه ازاي. هاجي بقى ورق ألمونيا اروح لفاه، وفي صينيه واحط الميه بتغلي عليه واحطها في الفرن. عايز تحطيها على البوتاجاز حطيها على البوتاجاز، بس عشان انا عملتها طويل حطها في صينيه. يعني انت برضه هتحطيه في صينيه مربعه وتحطيها على البوتاجاز. قفلته من ناحيتين اهو، الف التاني برضه واروح حطاهم في الصينيه.
بحطه بقى ايه عشان انا حاطه فيه فراخ من ساعه ونص لساعتين. من ساعه ونص لساعتين حاطه فيه ميه سخنه اهو. احطهم اهو. احط فيهم شرايح ليمون عشان الصينيه ما تسودش مني. الليمون يا جماعه اي حاجه المونيا هتاخدوا فيها ميه حطوا شريحتين ليمون. اهو سخنت البراد ميه كده عشان الكاتل بتاعي بايظ. عشان خلاص كده هقعدهم ساعه ونص ساعتين. فتحت معاكم اهو. بصوا يفتحوا معاكم اهو قدامكم وكل حاجه قدامكم. طالع تحفه وخطير. هقص بقى وافتحه. بصي هقصه كده وافتحه. بصي عامل ازاي زي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط واحلى طبعا وانضف واحلى. بصي طالع بصي متماسك ازاي وجميل ازاي وبيلمح كده وطعمه خطير. هو مش الشكل بس والطعم كمان. وقطعته شوف شكله عامل ازاي. وبالهنا والشفا واللي وصل لحد هنا يعمل لايك واشتراك للقناه. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القاكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله مشيئه الرحمن.